وضاح أنور الردفاني هو حارس مرمى المنتخب اليمني للناشئين، ولد في مدينة تعز عام 2006. بدأ مسيرته الكروية في نادي شباب تعز قبل أن يتم اختياره للانضمام إلى المنتخب اليمني للناشئين في عام 2022. كان وضاح أحد أهم اللاعبين في المنتخب اليمني للناشئين، وساهم في تأهل المنتخب إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين 2023. شارك وضاح في جميع مباريات المنتخب في البطولة، واستقبل هدفا واحدا فقط من ركلة جزاء. بعد انتهاء بطولة كأس آسيا للناشئين، تم اختيار وضاح من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ضمن قائمة أفضل 10 حراس مرمى في البطولة. يعد وضاح من اللاعبين الواعدين في اليمن، ويتوقع له مستقبلا مشرقا في عالم كرة القدم. فيما يلي بعض المعلومات الإضافية عن وضاح أنور الردفاني. يبلغ طوله 180 سنتيمتر، يلعب بالقدم اليمنى، لقبه الأخطبوط. أهم إنجازات وضاح أنور الردفاني: تأهل المنتخب اليمني للناشئين إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين 2023، وحاز على لقب البطولة، اختياره ضمن قائمة أفضل 10 حراس مرمى في بطولة كأس آسيا للناشئين 20.